الطياره الروسي. وقعت ليه؟ عطل فني. يعني ايه السبب ان هو ما يكونش فيه قنبله في الامتعه؟ حطوا قنبله، واحد كان ملغم نفسه، واحد فجر نفسه. هو عطل فني. لا عطل فني ايه يعني؟ الصندوق الاسود يقولوا عطل فني والصحافه العالميه كلها تبقى بتتكلم في حاجه واحنا نيجي نتكلم في حاجه تانية يعني. ممكن تكون حاجة خلل في الطيارة نفسها، مش لازم حكاية قنبلة وكده، لأن طبعا يعني أمريكا متآمرة علينا هي وبريطانيا. طبعا هي مش مصر، ده عطل فني في الطياره لانها طياره قديمه، وشركاتهم معروفه بكده ان هي دي طياره قديمه ومش كويسه. لا هو طيارة روسي، يعني روسيا بأحسن حاجات بتصنع الكلام ده حقيقي. فأنت بتتكلم في عطل فني، دي بلد بتصدر أسلحة، فلا استحالة يكون عطل فني، أكيد دي عملية إرهابية. انا اللي ما اعرفش مين المتسبب، بس المعروف ان يعني اللي سمعناه ان المتسبب ان هو القنبله اتزرعت وانها عدت من المطار وان هي يعني عمل ارهابي. القنبله هتخش الطياره دي يبقى لازم تبقى في شنطه، يعني صعبه ان هي تخش الطياره، يعني صعبه يعني عشان بتعدي على اجهزه ومكن وتفتيش وكده، فهتخش الطياره ازاي؟ لا مش عمل ارهابي، هما بيقولوا عطل فني. يعني ممكن يكون عطل في المحرك. المفروض ان الطياره دي بيتكشف عليها قبل ما تطير، يعني ان يكون الطياره دي كل حاجه فيها معداتها كل حاجه سليمه بتقلع. لو حصل اي حاجه قضاء وقدر بقى اثناء الطيران دي حاجه ثانيه. مخططات بيقولوها وبيعملوها عشان يوقفوا السياحه في مصر.